هذا الفيديو سبيسيال للناس اللي تبغي البركوكس. اذا نتوما تبغوا حار استعملوا فيه الحار، واذا لا استغنوا على الحار. بون انا جبت من هذا لامارك عماد، فرغته في ريسابيون، زدت له الماء، كي غسلته مليح قطرته وضفت له الزيت والملح، دهنته بهم وخليته ينشف. كوكوط ضفت الزيت، قليت فيه الدجاج، ضفت له البصل، 2 حبات زروديه، حبه طوماطيس، وحده كورجات صغيره، فص تاع توم، وملعقه طماطم مصبره، حبه بطاطا صغيره، وضفت التوابل اللي هما ملح حرور، كركم، راس الحانوت، قزبر مجفف، سكنجبير. خليتهم يتقلوا 2 مينيت. انا ضفت لهم شويه فلفل الدريس خاطر نبغي الحار، وزدت وحده ماجيكو تاع دجاج، غطيت عليهم. هنا كان عندي الحمص كنت بيته ليله كامله في الماء، من بعد غليته في الماء، ضفت له شويه ملح وزيت. بعد البركوكس ما نشف لي درته في كسكاس وخليته يفور 20 مينيت. مرقت لي زانغريديون تاعي بالماء حامي، وضفت لهم ربطه تاع قزبر وحده جواحر. بعد ما فار لي البركوكس 20 دقيقه، فرغته في قصعه وضفت له شويه ماء وشويه دهان وخليته يريح. من بعد حطيته في كسكاس ورديته يفور 20 مينيت اخرى. من جهه كنت خدمت التعمير اللي خدمت به بولياشي، ضفت له الثوم والبصل ولا شابليغ ولي زيبيس اللي هما شويه ملح، شويه حرور، راس الحانوت، سكنجبير، كركم، وفلفله حمراء. ضفت شويه زيت، 2 حبات بيض، شويه ماء، قزبر، وحده جامبو خروف. ليمته في سيلوفون وتقبته ودرته مع المرق يطيب. هنا كي فار لي البركوكس المره الثانيه حطيته في قصعه ودرت شويه زيت. من جهه رحت طحنت الخضره تاعي وحضرت الدرسه، تسحق 4 قطبه تاع قزبر، فص ثوم، ملعقه فلفله حمراء، راس الحانوت، قزبر مجفف، ملعقه طماطم مصبره. سما نطحنهم ونضيفهم للمرق تاعي ونفصل على 2، نص ندير فيه الدجاج والحمص اللي كنت ديجا طيبته، ونص نرمي فيه البركوكس نخليه يقعد شويه فيه. فوالا البركوكس تاعي راه طاب بيه بالتعمير. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، جربوها وشاركوها وخلوا لي رايكم في التعليقات.